السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا مساء الخير على أحلى ناس في الدنيا، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. هنعمل النهاردة بسكوت في 5 دقايق بس. هنعمله بالمضرب اليدوي وهنعمله بالزيت والسمنة. عايز تعمليه بسمنة بس براحتك. أول حاجة نسمي الله ونصلي على الرسول، اللهم صل وسلم وبارك عليك يا رسول الله. عندي نص كوباية من السكر، نص كوباية من السمنة على زيت. عايز تعملي زيت بس براحتك، عايز تعملي سمنة وزيت براحتك برضو، عايز تعملي سمنة وزبدة براحتك. عندي هنا 3 كوبايات ونص من الدقيق، معلقتين من النشا، معلقتين من اللبن البودرة، ده اختياري بس بيدي طعم حلو للبسكوت. وعندي 2 بيضة، وعندي فانيليا وبيكنج باودر. تمام. الكمية دي هتعملي كمية بسكوت معتبرة حلوة يعني، تكفي معاكي كام يوم في الأسبوع. للمدارس، تاخديها معاكي في الشغل أو أي حاجة تفطري بقى في البيت براحتك. اول حاجه هنا حطيت البسكوت مع السمنه والزيت بالشكل ده. مش لازم تكون السمنه متلجه علشان تديني قوام كريمي، انا عايزه بس ادوبها في سكر شويه. والسكر زي ما انتم شايفين حبيبات مش بودره، لو عندكيش بودره ما تحطيش، اعملي زي كده وحطي اللي هو السكر العادي. حطيت رشه ملح صغيره وبقلبها مع المواد السائله عشان ما تتجدبش كده في مكان دي، وممكن تيجي في بسكوتايه كده متبقاش ظريفه. هفضل اقلب شويه حلوين كده البيض والسمنه والزيت مع بعض كده بالشكل ده. عايزه تعمليه في الخلاط وتنجزي مفيش مشكله، بس هو الطريقه دي مش تاخد معاكي 5 دقايق اصلا. يعني الفيديو كله على بعضه هو 10 دقايق بالبسكوت لما استوى، يعني ما خدش معايا تجهيز و5 دقايق. زي ما انتوا شايفين حطيت الفانيليا وهنزل ال2 بيضه دلوقتي واحده واحده. وطبعا البيض بدرجه حراره المطبخ، ما يبقاش متلج ولا ساقع زي ما انتوا شايفين كده. اول ما البيضه تختفي بنزل التانية على طول. ممكن تحطي واحدة بس واستغنى عن التانية مفيش مشكلة. زي ما انت شايفة كده الاتنين اختفوا خلاص. هنزل بقى النشا وهنزل اللبن البودرة. انا مش هنزله معانا الدقيق عشان ممكن محتاجش الدقيق كله، فما بقاش اللي انا حطيت عليهم الاضافات تانية واسيبه. هي كمية الدقيق هتيجي على قد السوائل بالظبط، بس انا ممكن ما اكونش مثلا الدقيق بتاعي بيشرب دقيق كتير، اللي بيشرب سوائل كتير، فممكن محتاجش الكمية دي كلها. زي ما انتوا شايفين كده حطيت ربع كوباية من اللبن. لو ما عندكيش لبن ممكن تحطي عصير برتقال لو عايزة طعم البرتقال. وضفت النشا وضفت اللبن البودرة، وبعد كده ابتديت ان انا انزل الدقيق بالشكل ده. واحط معلقة، حطيت هنا معلقة الا ربع، وبعد كده هرجع احط ربع معلقة تاني بس كده بيكنج باودر. ما تكتريش عشان ايه ما ينفش قوي منك. انا عايزاه بس حاجة بسيطة كده تخليه ميبقاش مكتوم بس. تمام. هقلب بقى دي مع المواد السايله كده. هشيل بقى المضرب كده بالشكل ده، وهعمل بايديا عشان احس بملمس العجين ان كنت عايزه تقيل تاني ولا لا. انا هاخد الكميه كلها بالشكل ده. والكميه دي 3 كوبايات ونص من دي، مش هحتاج كده سوائل تاني. طبعا مع حسب بقى اي نوع دقيق انت هتستخدميه، مش زي الدقيق بتاعي. انا بستخدمها دي سايب بصراحه، مش اكياس. لو اكياس كنت قلتلك على الاسم بتاعه. خلصت العجينه وركنتها كده، وبعد كده جهزت الحاجه اللي انا هحط فيها بالشكل ده. في نفس الوقت انا مشغله الفرن، لان طبعا التشكيل مش بياخد وقت كتير. اول حاجه انا هشكل كده مش بالقطاعات ولا اي حاجه. يعني ممكن انت تعملي الحركه دي كده وتبططيها شويه، وتجيبي حرف كوبايه ايه وتشكلي بيه كموجات كده ايه كشكل. وممكن تجيبي غطا ازازه زي ما انا هعمل دلوقتي واوريهولك. وممكن تعملي بالسكينه برضو زي ما انا هعمل برضو، واكمل بقيه البسكوت بالسكينه. يعني انت مش لازم تجيبي قطاعه ولا يكون عندك قطاعه عشان تعملي بقى بسكوت. ممكن تعملي زي ما انا بعمله كده دواير، ابسط حاجه يعني. واشكله بسكينه او بغطا ازازه او باي حاجه. او عندي مصفى مثلا ليها سن من تحت كده ممكن اعمل بيها برضو الشبك، اللي هي المصفى المخرمه دي اللي هي الاستانلس. هتديني شكل حلو. بصوا هنا غطا الازازه، غطا ازازه عادي خالص، اداني شكل حلو وبسيط ومش محتاج اي حاجه تاني. البسكوت ده ممكن بعد ما تخلصيه تحشيه. انا طبعا ما حشيتهوش لسبب علشان
البسكوت ده هيروح المدرسة، فمش عايزة شوكولاتة كتير في قلب المدرسة، يبهدل بس الولاد، مش اكتر من كده. لو هتحطيه في البيت ضيوف جاية ولا تاكلوه في البيت، ممكن تسيحي شوية شوكولاتة كده وتحطي كل ما بين اتنين في بعض كده زي البيتي فور بالظبط. طبعا يعني البسكوت ده يعني شاي بلبن، نسكافيه، حاجة كده سهل. انا عملته نفس الطريقة كده قبل كده بس بالشوكولاتة، بس طبعا برضو مش عايزين نعمل كل حاجة بشوكولاتة عشان برضو آه كترها بيبقى برضو مش حلو للأطفال، وخصوصا أيام المدارس. زي ما انتوا شايفين كده انا بشكل كله مقاس واحد عشان ما يبقاش واحدة تحمر واحدة لا، بالشكل ده. العجينة طبعا باينة اللي هي صغيرة، بس هتعمل لي كمية حلوة، هتعمل لي صاج ونص من البسكوت. وزي ما انتوا شايفين حجم البسكوت صغير، فهيعمل معايا الصاج هيبقى مليان يعني. انا شكلته كده وانا واقفه، مخدش معايا يعني مخدش معايا 5 دقايق في عمايله. واول ما شكلت الصاج دخلته على طول في الفرن، على درجة حرارة 180 أو 170، لو درجة يعني درجة حرارة فرنك عالية، اعمليها على درجة حرارة 170 علشان ما يتحرقش منك. بهدي النار عليه عشان يحمر فوق وتحت من غير الشواية. لو عندك شواية حابة تشغليها براحتك، بس أنا ما بشغلش على بسكوتات بالذات في الشواية. طلع معايا بالشكل الجميل ده، احمر يعني محمر من تحت. انا بحب اللون المحمر من تحت واللون الذهبي من فوق بالشكل ده. وده طبعا مش اول فيديو بسكوت نعمله على القناة، عملنا فيديوهات بسكوت كتير، فيديو البسكوت ال10 دقايق، وبسكوت الشوكولاتة، وجوز الهند، وبسكوت النشادر. عملنا كمية بسكوت كتير طبعا. تقدري تخشي وتشوفيها على القناة. وطبعا لو اول مرة تشوفيني، اتمنى تحطي لي لايك وتشتركي في القناه وتصلوا على النبي في التعليقات. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا رسول الله. وما تنسيش تقولي بتابعيني من اني بلد. بصوا بقى كميه البسكوت ما شاء الله عامله ازاي. يعني الكميه دي كده لما تعملي يعني كل مره في الاسبوع كده 3 كوبايات ونص من دي، اعملي من الكميه دي. مره تعملي مثلا باليانسون، مره تعملي بالقرفه، مره تعملي بالشوكولاته، مرة تعمليه بالبرتقال. يعني شكلي الأطعمة دي معاكي انتي. انا النهاردة عملته بالفانيليا، فريحته حلوة ومقبول كده للولاد، وهيحبوا بقى يشربوا بيه شاي بلبن، ياكلوا بيه، يشربوا بيه شاي. ممكن تلزقه لهم بشوكولاتة، هيعجبهم جدا. بصوا الكمية ما شاء الله عاملة ازاي. حط بقى في علبة محكمة الغلق كده. بصوا بسكوتة هشة من جوه ازاي، عشان تحافظي عليها وتفضل مقرمشة معاكي. حطيها في علبة محكمة الغلق واستخدميها، ما تخليهاش تتعرض لهواء عشان ما يطرش منك. تمام. ادي الكميه ما شاء الله. عملنا 3 كوبايات ونص من الدقيق، طلع معايا يعني حوالي زيادة عن كيلو ونص بسكوت بالشكل اللي انتوا شايفينه ده كده. وطبعا من 2 بيضة ونص كوباية سكر، ويعني من حاجات بسيطة عملنا الكمية دي. يا رب الفيديو يكون عجبكم، وما تنسوش بقى اللايك والاشتراك في القناة لو ما اشتركتيش، وتقولي لي متابعيني من اي بلد. واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.